قضيتنا النهاردة غير أي قضية فيها كل حاجة: شقة مقفولة، قهوة دافية، وجثة مرمية على الكرسي. لكن الإجابة كانت في التفاصيل اللي الكل اتجاهلها. في قضايا القتل عادة القاتل ساعات بيحاول يخبي كل حاجة، بس لازم ينسى تفصيلة واحدة عشان تكشف جريمته. وفنجان القهوة النهاردة كان هو الشاهد الصامت اللي كشف كل حاجة وحط بصمة الحقيقة. استعد معانا عشان تتعرف على واحدة من أغرب الجرائم اللي ممكن تسمعها في حياتك في بصمة الحقيقة. بالتحديد الساعة 8 إلا ربع الصبح وصل لرجال الشرطة بلاغ من مدبرة منزل عن ريحة غريبة خارجة من شقة في الدور العاشر. صاحب الشقة اسمه سامي شرف، رجل أعمال معروف عايش لوحده وبيحب الهدوء. الشرطة طلعت على الفور، خبطوا على الباب، محدش رد، اضطروا يكسروا الباب. لما كسروا الباب لقيوا سامي شرف قاعد على كرسي في نص الصالة، عينه مفتوحة وفي سكينة غارزة في صدره. ما كانش فيه أي علامات للمقاومة. لما سألوا الجيران قالوا ما سمعناش صوت ولا زعيق ولا أي حاجة. جنب الجثة كان في فنجان قهوة متساب كده على الترابيزة، باين عليه اتشرب منه شوية بس مش للآخر. الشرطة لاحظت ان الباب مقفول من جوه وان الشباك كمان مقفول، يعني مفيش اي مخرج. كاميرات العمارة شغالة 100%، ومفيش ولا حركة من الساعة 7 بالليل لحد تاني يوم الصبح. السؤال هنا بقى: القاتل دخل ازاي وخرج ازاي؟ وهل كان لسه موجود في الشقة لما الشرطة وصلت؟ الضابط ما كانش مقتنع ان دي جريمة انتحار، لان السكينة كانت غارزة في القلب على طول ومفيش اي تردد زي ما بيحصل في حالات الانتحار. والقهوة كان باين عليها لسه معمولة من قريب لانها كانت لسه دافية. الاغرب بقى ان السكر كان كتير قوي في الفنجان. وهنا بدأ الضابط يسأل: هو سامي كان بيحب القهوة ازاي؟ ردت مدبرة البيت على الضابط بكل ثقة وقالت له: سادة، دايما كان بيشربها سادة، ما بيحبش السكر خالص، بيقول انه بيبوظ طعم البن. وهنا بدأ يدور في دماغ الضابط سؤال مهم جدا: طب يا ترى مين اللي عمل القهوة؟ هي بتوصل الساعة 8، وقت الوفاة كان 8 إلا تلت، يا ترى مين جه قبلها؟ وعلى الفور طلب الضابط تحاليل البصمات اللي على الفنجان والترابيزة، وظهرت حاجة غريبة جدا. ظهرت بصمات ست مش ضمن ستات أهل البيت. رجعوا يشوفوا الكاميرات من يومين، لقوا بنت داخلة العمارة قبل الجريمة بيوم، كانت بنت أخته داليا، مشهورة بعلاقتها القوية بخالها. جابوها كانت متوترة جدا وبتجاوب بسرعة زيادة عن اللزوم. قالت إنها جت تزوره يوم التلات قبلها بيوم، وشربوا قهوة سوا ومشيت. لكن لما اتسألت عن نوع القهوة اتلخبطت، مرة تقول سكر ومرة تقول سادة. وهنا الضابط وقف وسألها سؤال: انتي عارفة مكان السكاكين فين في المطبخ؟ ردت بتلقائية: اه طبعا، في الدرج اللي تحت الحوض. سألها الضابط: ازاي عرفتي مكان السكاكين؟ وازاي بتقولي انه بيشرب القهوة بسكر وهو بيكره السكر؟ وليه بصماتك على الفنجان اللي جنبه جثته؟ سكتت البنت شوية وبعد كده انهارت، وبعد كده اعترفت بكل حاجة. قالت ان هي كانت محتاجة فلوس وسامي رفض يساعدها. وفي خلال الجدال اللي حصل بينهم قال لها بالحرف: مش هسيبلك حاجة من الورث، هكتبه كله لجمعية خيرية. وهنا قررت داليا انها تتخلص من خالها. دخلت الشقة بنسخة قديمة من المفتاح بتاع والدها اللي كان ساكن معاهم زمان، حضرت القهوة بسرعة وحطت فيها سكر كتير علشان تبين انها مش معمولة ليه. واول ما دخل الصالة كانت السكينة في شنطتها، طلعت السكينة وضربته بيها، وسابت فنجان القهوة مكانه بدل ما تتخلص منه، وخرجت من غير ما حد يشوفها، والباب اتقفل اوتوماتيك. سامي شرف يمكن كان انسان قاسي في كلامه شوية، يمكن كان غلط، لكن هل الغلط بيتصلح بالجريمة؟ هو ممكن الفلوس تساوي انك تنهي حياة انسان؟ الجريمة دي مش بس حكاية مرعبة، دي درس لكل واحد حاسس ان الحياة ظلمته. دايما في باب للرحمة، دايما في فرصة انك تصلح قبل ما تغلط، لكن لما الغلط يتحول لدم مفيش رجوع. اوعى تسلم نفسك للشيطان، ما تخليش الغل والحقد يملوا قلبك وعينك. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، واستنونا في الحلقة الجديدة من أبشع الجرايم اللي حصلت بجد.